أهلا بكل عشاق المتعة والإثارة مرة تانية نلتقي بكم بعد حفل توزيع جوائز الكاف اللي كان في الدولة الشقيقة المغرب، وحضروا جياني أنفانتينو اللي هو رئيس الفيفا. كان حفل رائع بصراحة، وكان في اكتساح في الجوائز للمغرب، يعني 11 جايزة سلمهم الكاف النهارده للأفضل في أفريقيا عام 2025. 6 منهم مغاربة وخمسة بقى توزعوا على باقي الدول. مصر للأسف خدت جايزة واحدة فقط، كانت بتنافس على جايزتين، خدنا واحدة منهم. هنعرف تفاصيل الجوائز دلوقتي. طبعا أول مفاجأة هنتفاجئ بيها هو مين أحسن لاعب في أفريقيا. كلنا اتفاجئنا طبعا، طلع أشرف حكيمي. يعني عملنا نفسنا متفاجئين. طبعا انا توقعت كده في الفيديو اللي قبل الحفله، وكمان انتوا كنتوا متوقعين اكيد، وكل الناس عارفه، واللي قاعدين في الحفله كلهم عارفين، واشرف حكيمي عارف، ومحمد صلاح عارف. تقريبا الراجل اللي كان بس بيقرا الجايزه هو اللي ما كانش عارف يعني. فمعلش هنعمل نفسنا متفاجئين. المغربي اشرف حكيمي كسب جائزه افضل لاعب في افريقيا لاول مره. خد المركز الثاني السنه اللي فاتت قدام لوكمان، والمركز الثاني السنه اللي قبل اللي فاتت برضو كان اللي كسبها اوسيمين. السنه دي هو اللي بياخد الاول، بيتفوق على محمد صلاح واوسيمين النيجيري. فطبعا الف مبروك لاشرف حكيمي، هو يستاهلها. واخد الدوري الفرنسي، دوري ابطال اوروبا، نهائي كاس عالم للانديه، مساهم بعدد اهداف واسيستات كويس جدا، ودور هام جدا مع باريس سان جيرمان، ومن اللعيبه الاساسيين والاعمده الرئيسيه. طبعا هو في اصابه دلوقتي، يصاب كالزمن علشان يلحق كاس الامم الافريقيه. ان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه ويلحق بكاس الامم اللي هتقام على ارضهم في المغرب ان شاء الله باذن الله. حكيمي طلع برضو قال ان هو عنده الاهم الفوز بكاس افريقيا، اهم من الفوز بجائزه احسن لاعب في افريقيا. طيب بعد كده بقيه الجوائز اللي عندنا. المغربيه غزلان شباك جائزه افضل لاعبه في افريقيا، تاني جائزه مغربيه. بوبيستا افضل مدرب، هو مدرب منتخب كاب فيردي، خد افضل مدرب في قاره افريقيا. حسام حسن كسبه 3-0 في استاد القاهره. تعادلنا معاه 1-1 في كاب فيردي، كان تصفيات افريقيا. فكان يعني بصراحه حسام حسن معلم عليه في تصفيات افريقيا، وخرجناهم طلعوا المركز الرابع في المجموعه، ولكنهم تاهلوا لكاس العالم في انجاز كبير جدا. يعني ما طلعوا المركز الرابع في تصفيات افريقيا وخرجوا من كاس افريقيا، ولكن استطاعوا ان هم يتاهلوا لكاس العالم، وعامل منتخب كويس بصراحه وبيأدوا اداء كويس. ولسه كسبينهم اول امبارح بضربات جزاء، برضو حسام حسن كسبهم. برضو ياسين بونو ادي ثالث مغربي يفوز معانا بجائزه في حفل توزيع جوائز الكاف في سنه 2025. عصام الحضري هو اللي اداله الجائزه، سلم الجائزه لياسين بونو، يستاهلها طبعا، افضل حارس في افريقيا، حارس نادي الهلال السعودي. بعد كده في فيستون مايلي افضل لاعب داخل قاره افريقيا. فيستون مايلي لاعب بيراميدز، خد افضل لاعب داخل قاره افريقيا، برضو يستاهلها، ما شاء الله عليه، مستوى رائع وهايل. فيستون مايلي اللعيب رقم 9 من الدوري المصري اللي ياخد بطوله جائزه افضل لاعب داخل القاره. اللعيب التاسع من الدوري المصري، في 8 لاعبين قبليه من الدوري المصري خدوا افضل لاعب، كلهم كانوا من النادي الاهلي. كلهم 8 لعيبه خدوا افضل لاعب داخل القاره من النادي الاهلي. وفيستون مايلي اول لعيب من بره النادي الاهلي ياخد جائزه افضل لاعب داخل افريقيا. يعني في بركات 2005، وابو تريكه 2006، وابو تريكه 2008. احمد حسن برضو كان في الاهلي سنه 2010، وابو تريكه تاني في 2012، وابو تريكه رابع في 2013، والشناوي في 22، وبيرسي تاو في 2023، واخيرا تاسع لاعب ياخدها من الدوري المصري كان فيستون مايلي سنه 2025، ودي اول مره لعيب ياخدها من بره النادي الاهلي. يستاهلها بصراحه. شيكابالا هو اللي سلمه الجائزه ديت. شيكابالا كان مدعو في الحفله، وهو اللي سلمه جائزه افضل لاعب داخل القاره. الجائزه الوحيده المصريه كانت نادي بيراميدز، خد افضل نادي داخل القاره. دي كانت الجائزه الوحيده لمصر اللي خدناها.
طبعا لحد دلوقتي احنا قلنا في 3 جوائز للمغرب من ال 11 وجايزه واحده لمصر خلاص اللي هي نادي بيراميدز. منتخب المغرب للشباب اللي كسب كاس العالم للشباب من شهر تقريبا هو افضل منتخب في افريقيا يستاهلها طبعا. نيجيريا افضل منتخب سيدات، معرفش عملوا ايه يعني مش متابع. المغربي عثمان معمة لاعب منتخب المغرب للشباب اللي خد كاس العالم، لعيب هايل هايل ومستقبله هايل بصراحة. كان أفضل لاعب شاب في قارة أفريقيا يستاهلها. كان خدها قبل كده إبراهيم عادل لو نفتكر. طبعا إبراهيم عادل دلوقتي إن شاء الله ينافس بعد كده على أفضل لاعب بقى كبير بقى مش شاب في أفريقيا بإذن الله. دي كده الرابعة هي. الخامسة كانت المغربية ضحى المدني أفضل لاعبة شابة في أفريقيا، اسمها ضحى المدني. أفضل هدف في العام كليمنت ميزيري خد أفضل هدف. طبعا كده الجوائز اتوزعت. المغرب كسبت زي ما شفنا تقريبا 6 جوائز، معظم الجوائز كانت مغربية. خدوا جايزة أفضل لاعب، أفضل منتخب، أفضل لاعب شاب، أفضل لاعبة. خدوا يعني تقريبا معظم الجوائز. المغرب أفضل، لا قلنا خدوا جايزة 6 جوائز. أفضل لاعب، أفضل لاعبة، خدوا كمان جايزة إيه تاني، أفضل منتخب، وافضل لاعب شاب، وافضل لاعبه شابه، وافضل حارس مرمى. 6 جوائز خدهم المغرب. والخمسه الباقيين قلنا نصيب مصر كان جايزه واحده بس منهم. فالف مبروك للمغرب، ماشي على الطريق الصحيح. ان شاء الله الكره المصريه تلحق بها وتمشي برضو على الطريق الصحيح، ونشوف انجازات للكره المصريه في الفتره اللي جايه. ده كان كلامنا عن جوائز الكاف. طبعا كان في مشاركه لعصام الحضري ادى الجائزه لياسين بونو، ومشاركه ايضا لشيكابالا اللي ادى الجائزه لفيستون مايلي. تمام. بعد كده عندنا اخبار عن قلنا الملحق. كان في مباراة قوية جدا امبارح بين العراق والإمارات. طبعا الماتش كان اتلعب في الإمارات انتهى 1-1. بعد كده لعبوا العودة في العراق امبارح، وقدرت العراق انها تفوز في الدقيقة 17 من الوقت الإضافي بضربة جزاء وقت قاتل بصراحة في آخر دقيقة، يعني في آخر دقيقة من الوقت بدل الضايع. ضربة جزاء استطاعوا ان هم يكسبوا 2-1 ويصعدوا للملحق وخروج الامارات. طبعا في ناس كتيرة جدا يعني مش هقول بتشمت في الامارات او يعني بيتريقوا عليهم او كده وان هم زعلانين نظرا لظروف سياسية. عايزين نفرق يا جماعة ما بين الرياضة والسياسة، كمان عايزين نفرق ما بين الشعوب وسياسات الحكومات. يعني ما نتدخلش. الشعب خلوا بالكم ممكن يكون انت رافض السياسة بتاعت البلد دي، بس دي سياسة حكومة، سياسة المسؤولين، ملهاش دعوة بالشعب. فيعني الشعب ممكن يكون هو كمان رافض، ممكن يكون ما فيش بإيده حاجة، الله أعلم. ولكن يعني دول برضو عرب وإخوة ونتمنى لهم التوفيق. مفيش أي مشكلة خالص كشعب. ممكن نختلف مع سياسة دولة، مع سياسة مسؤولين، كل واحد حر في رأيه. إنما في الكورة وكشعوب عربية احنا كلنا إخوة ولازم نفضل إخوة، كلنا إيد واحدة. منتخب الإمارات أو شعب الإمارات أشقاء كلهم. الإمارات على فكرة معانا في المجموعة في بطولة العرب، هيلعبوا بالمنتخب ده تقريبا 8 منهم مجنسين مش إماراتيين، هم 3 بس الإماراتيين في المنتخب. فهنشوف ربنا يستر. يعني شكلهم عاملين منتخب برضو كويس، كانوا قاب قوسين او ادنى ان هم يوصلوا للملحق، ولكن ربنا ما وفقهمش. بالتوفيق ان شاء الله لمنتخب العراق اللي وصل للملحق مع منتخب الكونغو، وصل للملحق تمام. الملحق العالمي اللي هم ال6 منتخبات هم الكونغو والعراق وبوليفيا وجامايكا وسورينام ونيو كاليدونيا. طبعا هيتقسموا لمسارين، 3 فرق هنا و3 فرق هنا. الفرقتين اللي ليهم تصنيف اعلى هم العراق وكونغو، دول هيوصلوا للنهائي على طول. ال4 فرق التانيين 2 هيلعبوا مع بعض، تمام، اللي يكسب يلاعب العراق، و2 التانيين هيلاعبوا بعض، اللي يكسب يلاعب الكونغو.
تمام. وبعدين اللي يكسب بقى من النهائي هنا والنهائي هنا هيصعد مباشرة إلى كأس العالم إن شاء الله بإذن الله. أتمنى التوفيق للمنتخب العراقي العربي الشقيق، وإن شاء الله الشعب العراقي يفرح بالوصول لكأس العالم في شهر مارس اللي جاي. مصر طبعا بعد ما نزلت مركزين في التصنيف، كانت مركز 32 بقت المركز 34 في التصنيف العالمي. مفيش اي مشكله خالص، مش هيأثر على تصنيفنا في كاس العالم. كده كده احنا في التصنيف الثالث في كاس العالم. لو كنا كسبنا الماتشات كنا هنبقى تصنيف ثالث، لو كنا خسرنا برضو كل الماتشات كنا هنبقى تصنيف ثالث. فما فيش اي مشكله، ما فيش اي تأثير، احنا كده كده في التصنيف الثالث في القرعه ان شاء الله باذن الله. بعد كده عندنا يعني تقريبا ديت كل في كمان منتخبات اتأهلت لكأس العالم من قارة أمريكا الشمالية. المجموعات انتهت فجر امبارح. المنتخبات اللي اتأهلت لكأس العالم هي بنما وهايتي وجزيرة كروساو. دول الثلاثة اللي اتأهلوا لكأس العالم مباشرة. طبعا جامايكا وسورينام دول اللي هيلعبوا من أمريكا الشمالية في الملحق قلنا، بس دول هيبقوا من ضمن الاربعه التصنيف الادنى. الاثنين اللي في التصنيف اللي فوق اللي هيلعبوا في النهائي مباشره هم العراق والكونغو. طبعا في دوله اللي هي اسمها جزيره كوراساو ديت، يعني ديت تقريبا دوله مساحتها 444 يعني متر مربع، 444 كيلو متر مربع، يعني حاجة كده صغيرة جدا. عدد سكانها 155 ألف، يعني تقريبا شارع واحد في القاهرة يعني، وتأهلت لكأس العالم. كأس العالم دوت فيه مفاجآت كتيرة، وأتوقع إن هو هيبقى في الأول فيه ماتشات سهلة كتير. أتمنى مصر تقع في مجموعة سهلة إن شاء الله، تستطيع إن هي تحقق نتائج كويسة وتتأهل وتحقق مفاجآت. ده كان كل أخبارنا النهاردة، فيديو النهاردة، وإن شاء الله بإذن الله نتمنى التوفيق للمنتخبات العربية اللي صعدت كأس العالم. ونتمنى التوفيق لمصر بالذات والكابتن حسام حسن اللي لسه بصراحة مش عاجبني التصريحات بتاعته. لولا ان هو قال التصريحات ديت كان ناس كتيرة بتأيده، دلوقتي ناس كتير قلبت عليه وانا زعلان جدا بصراحة. نفسي نستمر في التأييد والدعم للكابتن حسام وللمدرب الوطني. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.